اهلا بكم ورجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهات مقارنات. النهارده عندنا فيديو مقارنات جديد، هنشوف المنتجات. بس يلا بينا على الانترو الاول. النهارده هنتكلم بين المنتجين اللي هنقارن بينهم، هم شيبسي KFC وبين لاين فراخ. الاثنين بطعم الفراخ. هنجرب ونشوف مين فيهم الاحسن، وكله هنتكلم باستفاضه عن كل منتج. يلا بينا. بالنسبه بقى نبدا الاول بشركه شيبسي. طبعا هنبدا بالمنتج اجدد منتج هي منزلاه، انما هو نازل من فتره. طبعا ما جربتوش على القناه هنا، لان انا اول ما نزل جربته عادي، ما جربتوش على القناه. بس هنفتحه دلوقتي. احنا هنقارنه بين طعم لاين فراخ. بس بالنسبه للشيبسي دوت ده ب 5 جنيه طبعا. ونازل منه نوعين، بس انا هنجرب اقرب واحد لطعم الفراخ العاديه. هنفتح ونجرب. هنجرب ان هو كطعم له علاقه بKFC ولا كطعم فراخ بس، وهنقارنه مع لاين وهنشوف الفرق بينهم هما الاثنين، وانهي افضل من حيث السعر. طبعا الافضل من حيث السعر ومن حيث الكميه ومن حيث الشكل. هنبدا وهنجرب وهنشوف. ويلا نفتح بس الاول المقارنه مع لاين. نسيت اقول لكم ان ده طبعا ابو 5 جنيه. فتحنا ولقينا الكميه وشكل الشيبسي. طبعا ما حدش شيبسي يعني شيبسي اكيد مش هقول لكم طعم الشيبسي عامل ازاي. يلا بقى ندوق مع بعضينا ونشوف. بسم الله. طيب بالنسبه لي هبدا تقييمي كالتالي. ده طعمه طعم الفراخ الشيبسي الفراخ القديم بالظبط. هو كان حلو جدا. كان ليه اتلغى مش عارف. طعمه جامد وطعم الشيبسي الفراخ القديم. انا دلوقتي هقيمه من جهه كذا حاجه قبل ما نقول القرار النهائي بعد ما نقيم كله. بالنسبه الديزاين اديله 6/10. هنجمع في الاخر الكلام ده ونشوف مين فيهم الافضل. ده 6/10 في الشكل. طبعا الطعم 10/10. طعمه طعم الفراخ اللي كلنا نفسنا بشيبسي يرجعه الطبيعي بتاعه، يعني مش لازم KFC. هو رجعه بقى، بس رجعه بالاشتراك مع KFC. طعمه حلو 10/10. الكميه دول ب5 جنيه، بغض النظر عن الطعم اللي احنا بندوقه، بغض النظر عن الاسعار. دول قليلين جدا مقارنه بحاجات تانية ب5 جنيه. فانا اقدر اقول ممكن في الكميه اديله 5/10. هنخش بقى بعدين على اللاين اللي بطعم الفراخ ونقارن من جهه كل حاجه، وبعد كده نشوف الافضل منهم فين. لاين بقى، لاين اهو ماشي. طعم الفراخ يعني نفس اللاين القديم، نفس اطعام. ليه اطعام زمان جدا، من اقدم الشيبسيهات في مصر. تحس انه شكل الكيس يعني منفوخ اكتر، متعوب في شكله اكتر. نفتح ونجرب وندوق. بسم الله. ماشي. دي الكميه ماشي. شايفوا كده تحسوا ان اللون منور اكتر او فاتح اكتر، وده معناه ان الخلطه اللي محطوطه ماشي مختلفه عن الخلطه الثانيه. طب نشم ريحه جامده جدا، اكنك بتشم ريحه شوربه ماجي. يلا بسم الله. طبعا من حلاوه الطعم انا نسيت اتكلم عن الكميه، بس هتكلم عن الكميه. بصوا الكميه حوالي نص الكيس بالظبط بعد ما تفتحه. طبعا دي حاجه اساسيه. يعني بص الشيبسي اصلا تتبيلته مختلفه كبير للحق. عشان بس نبقى وصلنا لكل حاجه، احنا دقنا لاين تاني بس اكتر من مره، لقينا ان هو في تحسوا انه في سنه خل زياده. مش عارف ايه الخل اللي موجود، ممكن يكون موجود في شيبسي طعم الفراخ، بس حاسس ان سنه خل زياده. بس هل ده بأثر عليه؟ هنشوف. وبالنسبه لKFC تحس انه في طعم توابل اكتر، بس ده ممتع في اكله، ده مش ممتع في اكله. ده ممكن اجيبه 10 15 مره ورا بعض ماشي. وده انا ممكن اجيبه مره كل فتره ماشي. وفي الاخر بعد النظر للكميه وكل حاجه، انه لاين في الاخر هو الافضل اللي ممكن تدفع فيه ال5 جنيه. لو انت معاك 5 جنيه وعايز تاكل حاجه بالفراخ فراخ يبقى لاين. خلاص كده احنا خلصنا منتجاتنا النهارده، وخلصنا مقارناتنا، وخلصنا الفيديو بتاعنا. وانتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله على قناتنا. انتظرونا.